أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. إخواني في الله، أحبائي في الله، رجل يقول للنبي عليه وسلم: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس يثور عند الغضب، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فلذلك يا إخوان، ورد بالأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم وبجانبه أبو بكر الصديق. دخل رجل أساء لسيدنا أبو بكر والنبي يبتسم، أساء مرة ثانية والنبي يبتسم، المرة الثالثة يا إخوان أساء لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر بشر، اضطر انه يدافع عن نفسه، فالنبي غضب وخرج من عند ابو بكر. فلحقوا سيدنا ابو بكر، قال له: يا رسول الله، غلط علي مره، غلط علي مرتين، وانت ساكت وتبتسم. المره الثالثه بس اجيت ادافع عن نفسي انت انزعجت وزعلت وطلعت يا رسول الله. ليش يا رسول الله؟ قال له: المره الاولى كان يغلط عليك وربنا ارسل ملك يدافع عنك، والثاني ربنا ارسل ملك يدافع عنك، الثالثه لما رديت عليه دخل الشيطان. دخل الشيطان، وأنا لا أجلس مكان الشيطان فيه. الشاهد يا إخوان من الحديث والشاهد من القصة يا إخوان: امسك نفسك، امسك نفسك عند الغضب. بتغضب بتخسر اللي قدامك واللي وراك، وفجأة وإنك بالسجن، فجأة وإنك بالمستشفى، فجأة وبصير تقول: يا ليت، يا ليتني هديت حالي، يا ليتني ما عصبت. السواقين على الدوار بتهاوش، ولا الدوار إلي الدوار إلك إلى آخره. وقس على ذلك يا إخوان. فلذلك الله يا إخوان، الحذر الحذر، ديروا بالكم من الغضب، لا تغضب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.